هاد البنت اللي شفتو قدامكم في هاد الفيديو فعمرها يلا 15 عام، ومن الحاله ديالها كتبان مريضه بزاف. اللي غيصدمكم انها ماشي من ديما كانت في هاد الحاله، كانت بنيته عاديه بحال كاع البنات اللي في اللاج ديالها، ولكن وبسبب الثقه الزايده في الشخص الغلط وصلت لهاد الشيء اللي وصلت ليه. هاد القصه ما غاديش نكتب فيها للكبار فقط، حيت بغيت كلشي يشوفها من الصغير للكبير. بغيت الناس وخصوصا البنات يعرفوا ان ماشي اي واحد كيضحك لك في وجهك وظريف معك راه شخص مزيان، يقدر يكون مخبي شيطان داخل وقدامك داير ماسك. السلام عليكم، سميتي سكينه ومرحبا بكم في قناه سوكي ستوريز. الناس الجداد اللي اول مره كيجيو لهاد القناه، الا كنتم من عشاق القصص الواقعيه فهاد القناه درت لكم. كنحط ديال القصص طول السيمانه كل اثنين وخميس وسبت. الا كانت شي كيهمكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم جديد، وكتشجع منكم بتنساو لي زر الاعجاب. ودابا الا كنتم مستعدين يلا نبداو. القصه ديال اليوم غادي تدينا لفنزويلا، وبالضبط لواحد المدينه سميتها لاغوايرا. تما وفي 2005 تزادت واحد البنيته سميتها ناريالي كاتشورو كوجيان. الاب ديالها كان سميتو خوسي، امها كان سميتها اندري، وكانت عندها اختها وحده كبيره. هاد الاسره كانوا مسيحيين كاثوليكيين وكانوا متدينين لدرجه كبيره، كل مره غاديين جايين يصليو في الكنيسه. كبرات ناريالي حتى هي بحال والديها واختها مسيحيه متدينه، كانت كتبغي الدين ديالها وكتبغي تطبقو بكاع التعاليم اللي فيه. فاش وصلت لسن المراهقه ما بقاتش مهتمه بالدين بزاف بحال والديها واختها، ولا الباشن ديالها في الحياه هو السبور. كانت كتبغي دير الرياضه ديما، يا اما الباسكيت، الكره، التنس، اي حاجه. وكانت معروفه في المدرسه فين كتقرا انها سبورتيف بزاف، والتلاميذ فاش كيلعبوا في شي فرقه كيتخاطفوا عليها باش تلعب معاهم حيت عارفينها كتعرف تلعب. من غير هاد الشيء ناريالي كانت بنيته زوينه، شعرها كان طويل وقهوي وحروفها كانوا كبار وكانت طويله. البنات اللي كيكونوا بحال هكا كيكونوا زوينات وكيلعبوا السبور ضروري ما كتكون عندهم شعبيه كبيره. ناريالي حتى هي كانت عندها شعبيه كبيره في المدرسه اللي كتقرا فيها، وكانوا عندها بزاف ديال الاصدقاء والصديقات وبزاف ديال المعجبين. فاش كانت عندها 15 عام وكأي بنت مراهقه كانت كتمرد على والديها، اي حاجه كيقولوا ليها ما ديرهاش هي اللي كدير، وكدير ديما العكس ديال هضرتهم. كان عزيز عليها تخرج الدرج وتمشي خصوصا للحفلات، واخا والديها ما كيبغيوش يخليوها كانت كتسلت ليهم وكتمشي فين ما بغات. وتما في وحده من هاد الحفلات اللي كانت كتمشي ليهم تعرفت على واحد الدري ما معروفاش الهويه ديالو، اللي معروف انه في عمره 18 عام. انا غنسمي هاد الدري سام باش ما تلفوش. ناريالي وسام داروا علاقه، ولكن ما كانتش شي حاجه جديه بيناتهم، كانوا غير كيخرجوا بجوج كيدوزوا وقيته مع بعضياتهم وكيرجعوا بحالاتهم. حتى المشاعر ديال الحب ما تطوراتش بيناتهم، كان غير اعجاب وصافي، بحال الا نقولوا كانوا كيدوزوا الوقت ببعضياتهم. حتى والديها ما كانتش قالت ليهم عليه، هي نورمالمون فوق ما تعرفت على شي واحد كتمشي عند والديها كتقولها ليهم. وراكم عارفين هما ما كيكون عندهم حتى شي مشكل في هذا الشيء، بالعكس كيفرحوا فاش بنتهم كتكون صريحه معاهم وكتقول لهم داكشي اللي كدير في حياتها. دازو شي شهور من مور ما ناريالي تعرفت على سام، وفي اكتوبر ديال عام 2019 واحد البنت سميتها ستيفاني انتقلت للحومه فين كتسكن. كانت كرات تما لمده ديال شهر، شي بيت غتسكن فيه بوحدها، يعني غادي تسكن في داك البيت واحد الشهر وغتمشي بحالها. ناريالي شافت ستيفاني وشافت انها عايشه بوحدها وما كاين معاها حتى شي واحد، وبدات كتقرب منها وكتهضر معاها باش زعما ما تحسش براسها بوحدها، حيت انتقلت لواحد الحومه اللي ما كتعرف فيها حتى واحد. بقاو بحال هكاك مره كيهضروا، مره كيسلموا على بعضياتهم، حتى الاخر ولاو صحابات. ستيفاني كان في عمرها 20 عام وناريالي يلا 15 عام، يعني 5 سنين ديال الفرق بيناتهم. واخا هكاك ناريالي كانت فرحانه بهاد الصداقه، كانت كتجيها ستيفاني بحال الا نقولوا فاهمه في الحياه، حيت زعما كبيره عليها وغادي تنفعها وغادي تعطيها نصائح شنو دير حتى هي في حياتها. وإلا كان عندها شي مشكل مثلا غادي تعاونها تحلو، حيت هي صغيره والاخرى زعما كبيره وعارفه في الحياه، كيف ما قلت لكم عندها خبره في الحياه. واخا ناريالي كانت عاجبها هاد الصداقه مع ستيفاني، الوالدين ديالها كانوا العكس تماما. جاتهم غريبه، كيفاش بنت في عمرها 20 عام غادي تبغي تصاحب مع بنت في عمرها يلا 15 عام؟ علاش غيهضروا وشنو غادي يديروا بجوج؟ ومن واحد الناحيه عندهم الصح، بنت عندها 20 عام غادي تكون ناضجه في عقلها وغادي يكونوا عندها اهتمامات مختلفين. بنت في عمرها يلا 15 عام مازال صغيره، مازال غادي تلعب، مازال غادي تكتشف الحياه وزيد. في الاول الوالدين ديال ناريالي هضروا معاها، قالوا ليها ما بان ليناش بديك صاحبتك جديده، ردي منها البال. قالت لهم نون ياك حل
العيون علاش تقولوا لي نرد البال منها؟ ستيفاني هي احسن بنت تعرفت عليها في حياتي كامله. قالت لهم ظريفه وحنينه وكتبغيني من قلبها، واهم حاجه ما كتنافقنيش. قالوا ليها مزيان، هادشي اللي بغينا، ما كرهناش تعرفي غير على الناس المزيانين، ولكن واش متاكده ان داك ستيفاني بنت مزيانه؟ قالت لهم متاكده و100 متاكده، وإلا ما تيقتونيش عرضوا عليها تجي عندنا لهنا للدار وتشوفوا بعينيكم شحال ظريفه وشحال حنينه. داكشي اللي داروا، عرضوا على ستيفاني وفعلا حتى هما عجباتهم وجاتهم البنت ظريفه اكثر بالقياس، واهم حاجه كانت راده البال لبنتهم وكتنصحها بحال اختها الكبيره. الوالدين ديال ناريالي وفاش شافوا هذا الشيء ارتاحوا لواحد الدرجه كبيره، قالوا ان ستيفاني غادي تكون بحال الاخت الكبيره الاخرى ديال ناريالي، وهي اللي غادي تنصحها وغادي توجهها في الحياه. وقالوا ان مثلا الا كانت ناريالي طايحه في شي مشكل اللي ما قدرتش تقول لوالديها او لاختها البيولوجيه، ضروري ما غتقولها ستيفاني، وهي حيت كبيره عليها غتعاونها تحل داك المشكل. المهم شي حوايج بحال هكا. ستيفاني ومن داك النهار منين عرضوها لدارهم وتعرفوا عليها وهي داخله خارجه عندهم للدار، ولات بحال شي فرد من الافراد ديال العائله. وتخيلوا معايا انها بقوه ما كانت كتمشي عندهم بزاف للدار ولفات على الوالدين ديال ناريالي، ولات حتى هي كتعيط لهم بابا وماما. دازت شهر وهي كاريه في ديك الدار وتسالى داك الشهر، يعني غادي خصها تخرج من ديك الدار وتمشي بحالها تكري في شي بلاصه اخرى ولا المهم تمشي. ناريالي وحتى والديها ما عجبهمش الحال، كانوا مولفين بستيفاني لدرجه كبيره ومولفين بها كتجي عندهم بزاف، واخا هكاك وعدتهم انها غادي تبقى تجي واخا تسكن فين ما سكنات. وفعلا واخا رحلات من تما كملات كتجي عندهم للدار، كتبات مع ناريالي في بيتها، كيضحكوا وكيقدوا الشعر لبعضياتهم ويصبغوا الضفار. راكم عارفين البنات اش كيديروا فاش كيتلاقاو. بقاو بحال هكاك حتى 24 ديسمبر ديال عام 2019. في داك النهار جات ستيفاني للدار ديال ناريالي وطلبت منها باش بجوج بهم يمشيو للبحر يدوزوا النهار تما. الوالدين ديال ناريالي بطبيعه الحال ما كان عندهم حتى شي مشكل، حيت هذيك ما كانتش هي اول مره كيخرجوا بجوج، وبالعكس كيعجبهم الحال بنتهم تخرج مع ستيفاني احسن من انها تخرج مع شي بنت اخرى. المهم خرجوا في داك النهار. ستيفاني كانت جايبه معاها الماكله، وقبل ما يمشيو للبحر دازوا لواحد السوبر مارشي وخداو من تما الماء والسقاطه وعاد مشاو. فاش وصلوا للبحر عاموا بجوج، كلاو، لعبوا، ضحكوا. المهم داكشي اللي كيديروه البنات داروه. في الاخر داروا شي حاجه اللي كانت خارجه على العاده بالنسبه لناريالي، شي حاجه اللي عندها ماشي نورمال، ولكن ستيفاني كانت عندها نورمال، وهاد الحاجه كانت هي الشعواده. غير باش تعرفوا واحد الحاجه، ستيفاني وناريالي ما كانوش بجوج متبعين نفس الديانه. ناريالي وكيف ما قلت لكم قبيله كانت مسيحيه كاثوليكيه واللي هي ديانه معروفه في العالم كامل، وبالنسبه لستيفاني كانت من ديانه اخرى واللي كتسمى ديانه سانتوريا. انا غنعطيكم فكره مبسطه ومختصره على هذه الديانه. الاصل ديال هذه الديانه من افريقيا، بدات من كيوبا والتقاليد ديالها جاو من شعب اليوبا في غرب افريقيا. كيقولوا ان هذه الديانه بانت اول مره ما بين العبيد. في ديك الوقيته كانوا كياخذوا العبيد وكانوا كيبزوا عليهم باش يتبعوا الديانه ديال ماليهم، يعني الناس اللي شراوهم او اللي خداوهم. العبيد ما كانوش كيبغيو، وخصوصا هاد الشعب اليوبا كانوا باغيين يحافظوا على التقاليد ديالهم وفي نفس الوقت يمزجوهم مع التعاليم ديال الديانه الكاثوليكيه. وفي الاخر وبهذا المزيج ديال التقاليد اليوبا مع التعاليم المسيحيه خرجت لنا الديانه السانتوريا، وباش انتشرت بزاف ديال البلايص في العالم عن طريق العبيد. في ديك الوقت راكم عارفين كانوا كينقلوا العبيد من بلاصه لبلاصه، وخصوصا لامريكا. هاد الديانه راه كاينه بزاف في امريكا وحتى في امريكا اللاتينيه، واخا هي الاصل ديالها من افريقيا. المهم هادشي ما كيهمناش، يعني الاصل ديال الديانه ما كيهمناش، اللي كيهمنا هما التعاليم والطقوس ديالهم. هاد الديانه سانتوريا مبنيه اكثر على الطقوس اكثر من المعتقد، يعني ممارسه الطقوس عندهم هي كل شيء، وضروري اي واحد متبع هاد الديانه ضروري يمارس الطقوس ديالهم. من هاد الطقوس تقديم الاضحيات، السحر والشعوذه، طرد الارواح، صفقات مع الموتى. المهم شي حوايج بحال هكا. كاين بزاف ديال الطقوس وحدين اخرين ولكن ركزت لكم غير على هادو حيت مهمين في القصه ديال اليوم. ستيفاني والعائله ديالها كانوا ابا عن جد سانتوريين من ديما، كانوا متشبتين بالدين ديالهم وكيمارسوا دوك الطقوس كل مره. خصوصا ستيفاني كانت منغمسه في داكشي اللي كدير لدرجه شي مرات هي اللي كتوقف على دوك الطقوس بقوه ما كتعرف ليهم مزيان. المهم ستيفاني ومن نهار تعرفت على ناريالي وهي كتهضر على الديانه ديالها وعلى الطقوس اللي كيديروا. ناريالي كان كيعجبها داكشي وكيجيها بحال الا ممتع وفيه ما يدار، ولكن
ولكن ما قالتهاش لامها وباها حيت خافت لما يبقاوش باغيين ستيفاني تجي لعندهم او لا تبقى مصاحبه مع بنتهم، حيت زعما ماشي من نفس الديانه غادي تخرج عليها. بقاو بحال هكاك، في كل مره كيتلاقاو ناريالي كتقول ليها عافاك عاودي ليا على الديانه ديالكم وعلى شنو اللي كديروا بالضبط. ستيفاني ما كانتش من العاكزين وما عمر بخلات عليها، كانت كتعاود ليها كلشي وعاد من الفوق كتعلمها باش دير داك الشيء. نرجعوا دابا للنهار اللي بجوج بيهم ناريالي وستيفاني مشاو للبحر. في داك النهار ناريالي اول مره غادي تمارس شويه من الطقوس ديال سانتوريا هي وستيفاني. من بعد ما عاموا ولعبوا وكلاو وسلاو كلشي مشاو لواحد القنت خاوي. ستيفاني رسمت شي حاجه في الارض وكانت جايبه معاها الماتيريال ديال داك الشيء ديال السحر والشعوذه، وجلسوا كيمارسوا داك الشيء اللي داروا. انا ما عارفاش بالضبط شنو داروا، غتكون قرات عليها شي طلامس وصلاو بجوج وشطحوا بجوج، حيت شفت واحد الفيديو ديال هاد الديانه الناس ديالها كيشطحوا. فسالاو هاد الطقوس او هاد الشعوذه اللي داروا. ستيفاني جبدت واحد البراسلي صايباتو خصيصا لناريالي، دارتو ليها في يديها وقالت ليها هذا ديريه ديما في يديك، راه غادي يحميك من الشياطين ومن الارواح الشريره. ناريالي بطبيعه الحال عجبها البراسلي وعجبها كيفاش صاحبتها كتفكر فيها وباغا تحميها. فسالاو رجعوا بحالهم للدار ديال ناريالي. فاش دخلوا نورمالمون ستيفاني كانت غادي تجلس تبات حيت كان الويكاند، ولكن ما بغاتش، قالت لهم عندي شي شغل خاصني نقضيه، ما نقدرش نبات عندكم. وناض سلمت عليهم ومشات. ديك الساعه وفاش مشات الام ديال ناريالي قشعات البراسلي اللي عطاتها ستيفاني في يديها، غير شافتو ركابيها فشلو وتصدمات حيت كانت عارفه داك البراسلي شنو كيعني. مشات نيشان عند بنتها وشدات ليها في يديها وقالت لها اشنو هاد الشيء في يديك. ناريالي تخلعت من امها، ما فهمتش علاش تعصبت لديك الدرجه. قالت لها ماما ما تخافيش، هاد البراسلي عطاتو ليا غير ستيفاني باش يحميني من الشياطين والارواح الشريره. هنا امها زادت تخلعت اكثر حيت عرفت ان ستيفاني كذبات على بنتها. داك البراسلي كيتستخدم عند السانتوريين، يعني اللي متبعين الديانه السانتوريه، في السحر الاسود، وما كيعنيش الحمايه من الشياطين وانما كيعني اللعنه. يعني ستيفاني وبداك البراسلي اللي عطات لناريالي لعناتها، واخا كتعتبرها اعز صديقه. واخا هادشي ديال اللعنه بالبراسلي ما عنده ما يدير ليها، ولكن هما حيت كيامنوا بهذا الشيء فجاتها شي حاجه اللي كبيره بزاف. واصلا ومن غير ان اللعنه ما غدير ليها والو، مادام عندك واحد صاحبتك اللي باغا تلعنك اذا ما كتحملكش وباغا فيك الشر. ستيفاني كانت بحال بنتهم، دخلوها لدارهم وداروها في وسط منهم. فعلاش دارت هذا الشيء؟ علاش باغا تلعن البنت؟ اشنو دارت ليها؟ باها في البلاصه ناض حيد داك البراسلي من اليدين ديال بنته وقطعوا ولاحوا في الزبل. وبجوج بيهم ديك الساعه الاب والام ناريالي جلسوا كيهضروا معاها، قالوا ليها صاحبتك ستيفاني عطاتك داك البراسلي ماشي باش تحميك من الشياطين والارواح الشريره وانما باش تلعنك. وقالوا ليها اخر مره تعاودي تشدي شي هديه من عندها كيف ما كانت، واخر مره تعاودي تدخليها عندنا للدار. للاسف الوقت اللي اكتشفوا فيه ان ستيفاني انسان ما مزياناش كان فات الفوت، وما كانتش عندهم ادنى فكره على شنو مازال غادي يوقع لبنتهم وعلى العذاب اللي غادي تعيش. والسبب بطبيعه الحال ماشي هو البراسلي او اللعنه وانما شي حاجه واحده اخرى. من مور ما حيدوا ليها البراسلي صافي ناريالي مشات لبيتها وجلست كتفكر في هذا الشيء، وشويه وفجاه حست بالسخانه كتطلع ليها وصحتها فاشله بزاف وكتحس بالرده. عيطت على امها وقالتها ليها، قالت لها ما عرفتش مالي، كنحس براسي بحال الا مريضه وبحال الا غادي نرض. امها ما دات ما جابت، قالت لها غادي يكون غير ضربك البرد، نعسي دابا وغدا غادي تصبحي مزيان. لا غد ليه جا والحاله ديال ناريالي غير غدا وكتكفاس. السخانه ما كتهبطش بمره واي حاجه كلاتها كيف ما كانت كتردها. الماء غير الماء الا شرباتو كتردو. المعده ديالها ما بغات تقبل ليها حتى شي حاجه. داز 3 ايام وناريالي في نفس الحاله، وحيت ما كلات والو خسرت بزاف ديال الوزن، ولات رقيقه وصفراء لدرجه الملامح ديال وجهها تبدلوا بزاف. لحد الان مازال ما داوها للطبيب حتى نهار 4 ديسمبر 2019 جاو عندها النوسيه ديالها ونوضوها باش تحرك وتمشى شويه ياك ما تحسن الحاله ديالها، ولكن مع ناضت طاحت في الارض وفقدت الوعي. ديك الساعه هزوها وطاروا بها للسبيطار، وفاش وصلوا للجهه ديال المستعجلات لقاو الدنيا عامره بالبشر، كلشي كيتسنى وما كان حتى شي طبيب. بداو كيتجاراو تما وكيقلبوا على اللي يعاونهم ويشوف مال بنتهم، ولكن بلا فايده، ما لقاو حتى شي واحد. في الاخر وفاش شافوا انهم غير كيضيعوا الوقت وما غيعاونهم حتى واحد، رجعوها للدار على ما يشوفوا شنو غادي يديروا. داز يومين وعلى طول دوك اليومين ناريالي كاع ما فاقت، والديها حداها كيشوفوا في بنتهم كتموت وما قادرين يديروا والو.
والو. حتى من المستوى المادي ديالهم كان على قد الحال، يعني باش يهزوها ويمشيو يديوها لشي بلاصه ويخسروا الفلوس ما عندهم اصلا ما يخسروا. فاش داز ديك اليومين ناريالي فاقت، وغير فاقت والديها مباشره لاحظوا التصرفات ديالها اللي تبدلوا بزاف. كانت غير كضرب اللي قرب حداها كضربو، وواخا ما كتاكلش ضعيفه واخا هكاك كانت كضرب بالجهد لدرجه ضربات امها وخلات ليها لاطراس في يديها. ومن غير هذا الشيء ما بقاتش كتهضر، كانت كدير غير شي اصوات غريبه ولكن ما كتقول حتى شي كلمه، وكانت كترعد، الجسم ديالها كله كان كيترعد وفمها كيتعوج بوحدو. المهم ناريالي ولات بحال شي شخص اخر، والديها كانوا كيبكيو وكيتألموا وهما كيشوفوها في هذه الحاله وما عرفوش شنو غادي يديروا ليها. في 2 يناير عام 2020 ومن بعد ما باها بقى غادي للسبيطار كيزاوقهم باش يجيو يشوفوا بنته، واخيرا 2 ديال الاطباء جاو لعندهم للدار يشوفوها. فاش جاو داروا ليها كاع لي تيست اللي كيداروا وخداو الدم ديالها باش يديروا ليها جميع التحاليل ياك ما يعرفوا مالها. داز يومين وخرجوا النتائج، والمفاجاه لقاو ان البنت ما كتعاني من حتى شي مرض عضوي، صحتها كلها كانت بخير، الدم ديالها ما كان عندها حتى شي فيروس، ما لقاو عندها لا التهاب لا والو. هادشي نورمالمون ماشي منطقي، البنت ما كتقدر لا تاكل ولا تشرب، خسرت بزاف ديال الوزن وما بقاتش كتقدر تهضر، وجهها كيتعوج بوحدو والجسم ديالها كيترعد. كيفاش هادشي كامل وما فيها والو؟ في الاخر دوك الاطباء وبجوج بهم قالوا لهم ما عندنا ما نديروا ليها، ما عرفناش اصلا مالها. قالوا لهم الحاجه الوحيده اللي نقدروا نقولوا لكم هي انكم خاصكم ديروا مجهود معاها تاكل، حيت الا ما كلاتش وزادت خسرت الوزن اكثر من هكا اكيد غادي تموت. الوالدين ديال ناريالي مساكن ومن مور ما سمعوا هاد الهضره زادوا تخلعوا اكثر، حسوا بحال الا صافي غادي يخسروا بنتهم، حيت مادام الاطباء ما عرفوش مالها اذا شكون غادي يعالجها وشكون غادي يعرف غير مالها. بداو كيحاولوا يصايبوا ليها ماكله هكا خفيفه اللي تصرتها وما ترداش والو بدون فايده، اي حاجه كلاتها في البلاصه كترجعها، والحاله ديالها ما كانتش فيها ولو ذره ديال التحسن. الاب ديالها خوسي حيت كان باغي شي جواب وشي تفسير للحاله ديال بنته وما لقاه في حتى شي بلاصه، قرر يتجه للسوشيال ميديا، على الله شي واحد يعرف شنو كاين. صور هذا الفيديو ديال بنته اللي كتشوفوه قدامكم، البنت ضعيفه بزاف وصفرا وكترعد بوحدها، وفمها كيف ما كتشوفوا كيتحرك وكيتعوج وما كانت كتقول والو. هاد الفيديو ديالها تنشر في بزاف ديال الصفحات وبزاف ديال الناس من فنزويلا ومن العالم كله شافوه، وكل واحد فيهم اش كيقول. كاين اللي كيقول هذا ما غيكون غير شي فيروس، كاين اللي كيقول قاستها شي حاجه في دماغها، وكاين اللي كيقول تسكنات بالارواح الشريره. الاب ديال خوسي يعني جد ناريالي حتى هو قال نفس الهضره، قال ان البنت في الغالب مسكونه. خدا داك الفيديو اللي صوروا باها ومشى وراه لواحد الراهب، قال لي راه بنت ولدي كانت بنت عاديه جدا حتى فجاه ولات بحال هكا. الراهب وغير شاف داك الفيديو قال ليه الحفيده ديالك ضحيه ديال الشعوذه وخاص ضروري يديوها تعالج وحيدوا ليها اللعنه اللي رداتها هكاك او لا غادي تموت. غير سمعوا والديها هاد الهضره ديال المسكونه واللعنه تفكروا ستيفاني والبراسلي ديالها، حيت النهار اللي عطات لها فيه البراسلي في داك النهار نيت بداها المرض ومن تما والحاله ديالها كتدهور، ولكن ما كانش عندهم الوقت ديك الساعه باش يفكروا مزيان في ستيفاني وفي هاد الشيء. الهم ديالهم الوحيد كان هو يعتقوا بنتهم في اسرع وقت او لا غادي تموت. ديك الساعه ومن مور هاد الهضره ديال الراهب داوها نيشان لواحد المركز ديال العلاج الروحاني. فنزويلا هاد المراكز كتار فيها وقانونيين وبزاف ديال الناس كيمشيو ليهم. الا كان شي واحد حاس براسو مسكون اولا غادي تسكن اولا شي وحده ما عندهاش القبول اولا باغا تزوج اولا شي واحد مريض، المهم اي واحد عنده شي مشكل في حياته كيمشي لتما باش يحلو. فاش داو لتما ناريالي وحيت الحاله ديالها كانت صعيبه بزاف والبنت كانت باينه فيها كتموت، دغيا بداو كيعالجوها، داروا ليها بزاف ديال الطقوس وقراو عليها داكشي ديالهم وعطاوها تشرب شحال من حاجه. جلسات تما 10 ايام كامله وما خلاو ما داروا ليها في ديك 10 ايام. كل ليله من مور ما كيساليو الطقوس ديالهم كاملين كيديوها لواحد الواد كيدوشوا ليها فيه زعما باش يريحوها اولا باش يحرروها من الشياطين والارواح الشريره اللي ساكنينها. واخا داروا هاد الشيء كله الحاله ديال ناريالي ما كانتش كتحسن ولو بشويه، مع كل نهار كيدوز كتزيد تقرب للموت ديالها اكثر. وفاش والديها شافوها في ديك الحاله وشافوا انها ما كتحسنش رجعوها من داك المركز للدار ديالهم. وفي 11 يناير عام 2020 ناريالي للاسف توفات في الاحضان ديال امها، كانت معنقاها وكتبكي حتى فجاه طرخات وما بقاتش كتسمعها كتنفس وتما عرفتها صافي ماتت. من بعد 15 يوم ديال العذاب والمعاناه ماتت ناريالي وهي في عمرها يلاه 15 عام.
من مور الموت ديالها والديها بغاو ياخدوا الرخصه باش يدفنوها، وباش ياخدوا ديك الرخصه غيخص تكتب فيها سبب الوفاه. ناريالي وحيت حتى شي واحد ما كان عارف مالها وباش ولات بحال هكاك كتبوا تما ان سبب الوفاه سكته قلبيه بسبب سوء التغذيه، زعما حيت ما كلاتش مده طويله جاتها سكته قلبيه. في داك النهار اللي ماتت فيه صاحبتها العزيزه ستيفاني جات لعندهم للدار. في ديك المده كامله فاش كانت ناريالي مريضه كانت غابره ما بانتش، حتى النهار اللي ماتت فيه عاد جات لعندهم. والغريب في الامر انها جات لعندهم قبل حتى ما الناس يعرفوا بالموت ديال ناريالي. واخا كانت توفات ولكن مازال ما قالوش للناس باللي توفات من غير الناس القراب ليها بزاف. فكيفاش حتى ستيفاني عرفت انها ماتت في داك النهار؟ غير حلوا عليها الباب بدات كتبكي وقالت لهم راني سمعت الخبر وداك الشيء اللي وقع وبلا بلا. الوالدين ديال ناريالي وحيت كانوا محطمين بالموت ديال بنتهم ديك الساعه ما داروش راسهم فيها، خلاوها حتى من بعد ويشوفوا شنو يديروا معاها. قبل ما تمشي بحالها سولاتهم على امتى غادي تكون الجنازه وعطاوها التاريخ وصافي مشات بحالها. الاخت الكبيره ديال ناريالي في دوك الايام فاش كانوا كيوجدوا الجنازه ديال اختها كانت كتدور واحد النهار في الفيسبوك، وصدفه لقات واحد البوست حطاتو ستيفاني صاحب ناريالي غير يومين قبل ما تموت. في هذا البوست كانت كاتبه كنضحك على اللي حييت وكنتمشى مع الميتين، ما غاديش يغدروا بيا او لا يكذبوا عليا. في ديك الوقيته فاش كانت ناريالي كتموت ووالديها كيجريو بها لكاع البلايص باش يعتقوها، ستيفاني صاحبتها العزيزه كانت كتبات هذا الشيء في الفيسبوك. وشنو كتقصد كانت تمشى مع الميتين؟ واش كتقصد ناريالي؟ المهم 100 سؤال كان كيدور في الراس ديال الاخت ديال ناريالي. ومن بعد ورات لما هذا البوست وهذا الشيء اللي مكتوب فيه واللي كتبات ستيفاني، وغير قراتو وحتى هي بدات كتشك بجديه كبيره في ان ستيفاني عندها شي علاقه بهذا الشيء اللي وقع لبنتها. وماشي غير هذا الشيء، يعني ماشي غير هذا البوست، فاش ردوا السينتا لقاو ان بزاف ديال الحوايج كانت كديرهم ستيفاني كانوا غراب بزاف. علاش من الاول جات كرات حداهم غير شهر وتصاحبت مع بنتهم؟ وعلاش عمر ما هضرت على والديها او لا فين ساكنه او شنو كدير في حياتها؟ علاش كانت ظريفه معها لديك الدرجه بحال الا كانت كتعرفها من شحال هادي؟ وعلاش عطاتها البراسلي ديال اللعنه ولعناتها؟ ودابا علاش ديك المده كامله اللي كانت ناريالي فيها مريضه وكتموت كانت غابره حتى النهار اللي ماتت فيه عاد جات؟ واش كانت عارفاها غادي تموت في داك النهار؟ المهم بداو كيحللوا في الامور كامله اللي متعلقه بستيفاني، ولكن في ديك الوقيته ما كانوا قادرين يديروا والو. اتفقوا الام والاب والاخت ديال ناريالي باش يدفنوا بنتهم هي الاولى ويقدموا الاحترام ديالهم ليها، وعاد ديك الساعه يباليو بديك اللفعه ويشوفوا شنو كان تحت راسها. وصل النهار ديال الجنازه واللي كانوا داروا في واحد الكنيسه صغيره. العائله ديال ناريالي وبزاف ديال الاصدقاء ديالها والناس اللي كيعرفوها تجمعوا تما كيبكيو، وكلشي كان حزين على البنت اللي ترزات في حياتها وهي مازال صغيره. شويه هما جالسين تما كيبكيو شافوا ستيفاني جايه حتى هي قالك تحضر الجنازه هكاك بسنطيحتها، كانت داخله لديك الكنيسه. في ديك الوقيته الوالدين ديال ناريالي كانوا قالوا كلشي للعائله ديالهم، يعني خوتهم وعمامهم وداكشي الاخر، كانوا قالوا لهم على هاد ستيفاني وعلى الشكوك ديالهم، وقالوا لهم حتى على البراسلي واللعنه اللي لعناتها، حيت لحد الان كان كيسحبت لهم ان داك البراسلي اللي عطات لبنتهم هو السبب في الموت ديالها. المهم من مور ما دفنوا ناريالي وصافي قدوا القبر ديالها 8 من الناس ديال العائله جروا ستيفاني لواحد القنت ومباشره بداو كيضغطوا عليها تعترف شنو دارت للبنت باش ماتت. واحد فيهم كان كيصور كلشي، وكيف ما كتشوفوا قدامكم كانت كتبان خايفه وكترعد بالخوف وكانت كتنكر كلشي. قالت لهم ناريالي كانت بحال اختي الصغيره، مستحيل نفكر ناديها. الام ديال ناريالي قالت لها كذابه، الا كانت بحال اختك وعزيزه عليك علاش عطيتيها البراسلي ديال اللعنه؟ وعلاش نشرتي داك البوست في الفيسبوك اللي قلتي فيه كنضحك على الحيين وكنتمشى مع الميتين؟ شنو قصتي بداك الشيء؟ ستيفاني بقات غير كتدخل وتخرج في الهضره، ما كتقول حتى شي جمله مفيده. وقالوا ليها عاوتاني علاش في ديك المده كامله اللي كانت فيها ناريالي مريضه علاش ما جيتيش تزوريها في الدار حتى النهار اللي ماتت فيه عاد جيتي؟ واش كنتي عارفاها غادي تموت في داك النهار؟ بدات كتبكي وكتفتف وقالت لهم انا اصلا ما كنتش عارفه انها مريضه، بطبيعه الحال كانت غير كتكذب وباينه فيها كتكذب. وكون كانت صاحبه ناريالي ديال بصح في ديك المده فاش كانت مريضه ناريالي ما كانتش اكتيف في السوشيال ميديا، ما كانت كتحط والو، ما كانتش كتجاوب على الميساجات ديال الناس. الا كانت صاحبتها ديال بصح فاش غتشوفها غبرات راه غادي تمشي عندها للدار باش تشوف فينا هي ومالها، ما بقاتش كتبان. ولكن هي ما بانتش بمره حتى النهار اللي ماتت فيه. فاش شافوها في الاخر ما باغا تقول والو
كانت غير كتنكر وباينه فيها خايفه ومخبيه شي حاجه، قالوا ليها صافي ما باغا تقولي والو، شغلك هذاك، ولكن غادي تقولي لينا فين كتسكني وشكون هما والديك وحنا غادي نتفاهموا معاهم هما. هنا ستيفاني فاش سمعت القضيه ديال والديها غادي يدخلوا في هذا الشيء خافت، وديك الساعه بدات كتعترف. داكشي اللي عاودت ليهم حرفيا صدم الناس اللي كانوا حاضرين تما، صدمهم الخبث والشر اللي جا مع هاد البنت، وصدمهم كيفاش عطاها خاطرها دير داكشي اللي دارت. ودابا سمعوا مزيان الثقه العمياء اشنو تقدر دير في بنادم. ستيفاني وفاش رحلت اول مره حدا الدار ديال ناريالي ما رحلاتش عشوائيا، وانما كانت جايه لتما على قبل ناريالي باش تقتلها او على الاقل تهرس وترول ليها حياتها، وهذا الشيء كامل دارته على قبل دري. عقلتو قبيله قلت لكم بلي ناريالي كانت حضرات في شي حفله وتعرفت تما على شي دري اللي ما معروفاش الهويه ديالو واللي انا سميتو سام. قلت لكم بلي العلاقه ديالهم ما كانتش جديه، كانوا غير كيخرجوا ويضحكوا ويدوروا، في الاخر صافي كل واحد كيمشي بحاله. الدري صدق الحبيب ديال ستيفاني، كان معاها في علاقه هي الاولى، ومن بعد تعرف على ناريالي وحتى هي دار معاها علاقه، يعني كان مصاحب معاهم بجوج في نفس الوقت. ناريالي بطبيعه الحال ما كانتش عارفه انه في علاقه مع ستيفاني، ولكن ستيفاني كانت عارفه انه في علاقه مع ناريالي. فاش عرفت سعرات وما تسرطت ليهاش وبغات تموت بالغيره، وقررت باش دير شي حاجه خايبه لناريالي باش تحيدها من الطريق، وهكا سام يبقى غير ليها بوحدها. وهاد الحاجه اللي قررت ديرها هي الشعواده. واحد النهار تبعتها وعرفتها فين كتسكن، وقررت باش ترحل لشي بلاصه حداها باش تولي هي وياها صحابات، والاخرى تولي تثق فيها باش دير فيها ما بغات. الخطه ديالها اللي للاسف نجحات، هي وناريالي ولاو صحابات الروح للروح، ولات كتدخلها لدارها ولبيتها وكتنعسها حداها. ستيفاني اعترفت للناس انها فاش كانت كتبات معاها شحال من مره كانت كتسرق ليها حوايجها، كتسرق ليها مثلا المشطه ديالها باش تهز منها الشعر او الملابس الداخليه ديالها، المهم اي حاجه فيها لا دي ان ديال ناريالي كتسرقو. وداكشي اللي كانت كتسرق كانت كديرو في قرعه ديال الزاج وكتمشي كتدفنو في المقابر مع الموتى. في الديانه السانتوريه عندهم هذا الشيء، الا خديتي شي حاجه ديال شي واحد يعني حوايجو ولا شعرو ودفنتيه في القبر ديال شي واحد ميت، غادي يجي واحد النهار داك الحي حتى هو غادي يموت، يعني بحال الا داك الميت اللي دفنتيه في القبر ديالو داكشي ديال داك الحي بحال الا غادي يجر داك الحي باش حتى هو يموت. واخا درت هادشي لناريالي دفنت ليها حوايجها في المقابر ما اثرش عليها، كانت مكمله حياتها عادي. وفاش ستيفاني شافت ان هاد السحر ديالها ما نفعها في والو، دازت لمرحله واحده اخرى، مرحله اكثر خبث وشر. كانت كتمشي بالليل كتنبش المقابر حتى كتلقى العظام ديال الناس اللي ميتين، وسمعوا مزيان، كتاخذ دوك العظام وكتمشي للدار وكتدقهم حتى كيوليو غبره. وفوق ما مشات عند ناريالي لدارها ولا تلاقاو ياكلوا على برا في شي بلاصه، كانت كدردر دوك العظومه ديال الناس الميتين في الماكله ديالها. حرفيا ستيفاني كانت كتوكل ناريالي ناس ميتين باش تسممها باش تخرج ليها على حياتها، وناريالي ما راهاش في هذا العالم وما شكاتش كاع فيها، واصلا بنت صغيره حتى والديها كان لومهم الصراحه. هنايا دخلوا بنت غريبه لدارهم وتقوا فيها مع بنتهم وزيد وزيد، ما عمر مسكينه ما شكات فيها، كانت كتعتبرها اختها الكبيره والسند وما عرفت القدوه ديالها في الحياه. بقات بحال هكا كتوكل هذاك العظام ديال الناس الميتين، ولكن واخا هكاك ما وقع ليها والو. وفي الاخر وفي اخر نهار خرجوا فيه بجوج بهم. الا عقلتوا قبيله قلت لكم بلي ستيفاني جات لعندها وقالت لها نمشيو للبحر، وطبيعه الحال الاخرى وافقات بلا حتى شي مشكل، ووالديها حتى هما وافقوا. داك النهار الا عقلتوا قلت لكم بلي ستيفاني هي اللي جابت معها الماكله. في ديك الماكله كانت دردرات ليها العظام ديال الناس مفرتين الناس ميتين، وكانت زاد شي مكونات وحدين اخرين اللي ما بغاتش تقول شنو هما. ناريالي وفي داك النهار ومن بعد ما كلات ديك الماكله اللي حنا كنقولوا ليها هنايا التوكال، بدات الصحه ديالها كتدهور حتى الاخر ماتت. وللاسف هذا الشيء حتى واحد ما عرفوه حتى فات الفوت، حتى النهار ديال الجنازه ناريالي. فاش ستيفاني عاودت لهم هذا الشيء كامل، الوالدين ديال ناريالي بززوا عليها تمشي للبوليس وتعاود لهم هذا الشيء كله اللي دارت باش يشدوها وباش تمشي للحبس. ستيفاني ما اعترضاتش ومشات نيشان لمركز الشرطه وعاودت لهم كلشي من أ حتى لزاد، ووراتهم حتى البلايص فين كانت كتدفن داكشي اللي كتسرق لناريالي من بيتها. وفعلا وفاش مشاو لتما بداو كيجبدوا القراعي ديال الزاج فيهم الشعر ديالها وفيهم الحوايج الملابس الداخليه وداكشي الاخر. ودابا سمعوا معايا مزيان وجدوا راسكم حيت غتفقسوا كيف ما انا تفقست.
ستيفاني اعترفت انها كانت كتوكل صاحبتها العظام ديال الموتى، واعترفت انها كانت كتدفن ليها حوايجها، واخا هادشي كامل ما تشداتش بحتى شي تهمه. علاش؟ حيت الشعوذه اللي داخله في الطقوس الدينيه ما كتعتبرش جريمه في فنزويلا. واخا شدوا ستيفاني شي سوايع ديال الاستجواب، في الاخر طلقوها بلا ما يديروا معاها حتى شي حاجه. ما عرفتش انا اش من نوع ديال القانون هذا، واخا ما يشدوهاش بتهمه الشعوذه حيت ماشي جريمه عندهم في الدوله ديالهم، ولكن يشدوها بتهمه انها كانت كتوكل الموتى لصاحبتها بلا خبارها، او لا يشدوها بتهمه انها كتنبش المقابر ديال الناس ميتين وكتنتهك الحرمه ديالهم. واخا ما شدوهاش، العائله ديال ناريالي بداو كيضغطوا على البوليس باش يشدوها حيت خطر على المجتمع، وتقدر تعاود داكشي اللي دارت لناريالي لشي بنت وحده اخرى. بسبب الضغط ديال الوالدين ناريالي وحتى ديال الناس الاخرين كملوا كيبحثوا وكيحققوا في القضيه حتى الاخر خرجت مذكره باش يشدوها. ولكن ومع بغاو يشدوها كورونا وصلت لفنزويلا والالاف ديال الناس كانوا كيموتوا وخلاص كلشي كان سد. هادشي بلا المشاكل السياسيه والمشاكل الاقتصاديه اللي كانت كتعاني منهم البلاد، فباش يشدوا وحده ويحاكموها ويعطيوها وقت ما قدروش وصافي خلاوها. والسبب الاخر اللي كيقولوا انهم خلاهم ما يشدوهاش هي ان والديها كانوا اعضاء مهمين في ديك الديانه ولا في داك الشعب السانطوري، كانوا خايفين الا شدوها ينوض شي صداع كبير مع الناس ديال ديك الديانه ولا يوقع شي انقلاب ولا شي تخربيقه بحال هكا. وفنزويلا كيف ما قلت لكم ما كانتش قادره على هذا الصداع كامل، وكورونا كانت كتحصد في الارواح ديال الناس والروينه كانت عندهم تما. وهكا ستيفاني قتلت بنيته صغيره في عمرها يلاه 15 عام غير بسبب الغيره. والمصيبه الكحله انها ما تعاقبت على حتى شي حاجه من داكشي اللي دارت. نتوما قولوا لي، كون كان الحكم بيديكم اشنو غادي تحكموا على هاد ستيفاني؟ كانت هذه القصه ديال اليوم. شكرا بزاف حيت كملتوها حتى الاخر. ما تنساوش تدعموني بزر الاعجاب، وكما العاده نتلاقاو في قصه جديده. تهلاو.